صباح الحب، صباح الورد، صباح التيسير، صباح كل حاجة زوينة، ورمضان مبارك سعيد والله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة. اليوم غادي نقول لك كيفاش تقدري تحولي أي حلم عندك لحقيقة. كيفاش أن أي صورة أو أي حلم تقدري تخرجيه ويولي حقيقة، بحال إلا غتامبريمي في امبريمونت وتخرجيه لأرض الواقع. كيف ما كان هذا الحلم وشحال ما كنتي كتحسي بيه صعيب أنك تحققيه. واش عمرك صادفتي في حياتك في عائلتك او في صحاباتك هذيك اللي ديما احلام كبار، ملي كتهضر لك على الزواج كتهضر لك على الراجل اللي غادي يبرعها، اللي غيحقق لها كاع احلامها ويساريها. ما عمرها تهضر لك على الراجل اللي غتتعاون معاه لزمان ويكون على قد يديها. بالعكس، حتى من ناحيه الخدمه الا سولتيها كتقول لك انا باغا واحد المنصب اللي عالي، 3000 درهم و4000 درهم معده ما دير ليا في هذا الوقت. ديما السقف ديال الطموحات ديالها طالع بزاف، ومني كيدوز الوقت كتلقاي انها فعلا حققت هذاك الشيء اللي كانت كتمناه بنفس الصوره اللي كانت كتخيلها. واش تبغي تعرفي علاش هاد الناس كيحققوا احلامهم وبنفس الطريقه اللي كانوا كيتمناو، مع انهم يعني كيكونوا في نفس المستوى ديالك؟ علاش هما كيقدروا يحققوا واحد الاحلام عاليه وانتي لا؟ اليوم غادي نقول لك على السر الخطير والساهل جدا اللي كيخليهم يحققوا احلامهم بنفس الصوره. وكنوعدك ما غتسالي هذا الفيديو حتى غتبدلي نظرتك كلها للمستقبل ديالك. عمرك شفتي ديك البنت اللي كتكون على قدها في كل شيء؟ زينها على قدو، شعرها على قدو، بشرتها عادية جدا، لبسها عادي جدا، ولكن كتلقاها عايشة بواحد الطاقة ديال الاستحقاق اللي عالية بزاف، ثقتها طالعة بزاف في النفس، كتحسك ديما بأنها هي راها الطوب وكتستحق كل حاجة واعرة، لا في طريقة لبسها، لا في طريقة مشيتها، لا في طريقة هضرتها، حتى في تعاملها مع الناس كتحسك دائما بأنها هي راه واحد الشخص اللي كيستحق كل حاجة زوينة. الا بغات تمشي غير المارشي كدير نضاضر. واش عرفتوا هاد النوع؟ اكيد دابا غتكونوا عرفتوه. هذا هو اللي كنهضر عليه. الناس اللي كتلقايهم قرابين ليهم في لونتوراج ديالهم كتقول لك مالها على ديك العياقه ولا عايشه الدور ولا فيها التبوزيق بزاف. هذيك النوع اللي فيها التبوزيق بزاف خصك تعرفي انها هي اللي كتحقق الاحلام ديالها كيف ما كتمناهم ديالو. علاش؟ لان هذا النوع عنده الحلم ديالو انه باغي يعيش في واحد المستوى، كيعيش الاحساس ديال هذاك المستوى بهذيك الامكانيات اللي عنده ديك الساعه. نقول لكم مثال اخر باش تفهموا اكثر على اش كنهضر. مثلا انا عندي حلم ان تكون عندي واحد الدار كبيره زوينه مهويه مرتبه بشكل عصري، كنحلم ان ما يكونش فيها بيت عادي، بغيت بيتي يكون في بيت بارونتال، يكون فيه الحمام ديالي خاص ويكون فيه الدريسينغ ديالي. كيفاش غنقدر نعيش الاحساس ديال هذا الحلم وانا باقي ما حققتوش؟ مثلا غتحاولي تبداي بداكشي اللي عندك. انا كنحلم بواحد السويت بارونتال، انا دابا ما عنديش سويت ولكن عندي بيت، نقدر انني نشد هذا البيت نرتبو ونزينو بنفس الشكل اللي غيعطيني الاحساس الاقرب لهذاك السويت بارونتال. مثلا انا ما عنديش دابايا الدريسينغ ولكن عندي حوايج وعندي ماريو، نقدر انني نرتب حوايجي ونقادهم بالطريقه اللي غتخليني نعيش الاحساس ديال ان عندي دريسينغ. مثلا مني غتحقي هاد الدار الزوينه المرتبه، واش كتخيلي راسك غتكوني لابسه نفس البيجامه اللي انت لابسه دابا؟ اكيد لا. اكيد كتخيلي راسك غتكوني لابسه شي حاجه اخرى احسن. هادشي اللي انت لابسه دابا كيتناسب مع حالتك دابا، ولكن ما كيتناسبش مع الحلم اللي انت كتحلمي به. مثلا انا غنعاود لكم التجربه ديالي. انا كوحده خدامه في الزنقه كنهتم بزاف باللبس اللي غنلبس في الخدمه اكثر من اللبس اللي غنلبس في الدار. مثلا نقدر انني نمشي نشري حوايج غاليين غنلبسهم في الخدمه، اما في الدار كنت كنقول ماشي مشكل نلبس غير اللي كان. ولاحظت ان هذا الشيء دار لي عدم توازن في طاقتي الانثويه، فقلت غادي ندير تغيير. اشنو وليت كندير؟ وليت كنهتم حتى باللبس ديال الدار، وليت كنشري بيجامات زوينين اللي غيعجبوني انني نلبسهم في الدار. اغلبيه هذوك البيجامات اللي كيكون الثوب ديالهم رطاب حرير، بيجامات كلاس وزوينين وانثويين، فمني كنلبسهم كنحس بالراحه وثقتي بنفسي كتطلع. تعرفوا بان تاثير الملامس ماشي غير نلبسوهم ويشوفون الناس ونعجبوهم، بالعكس، فغير اننا نلبسوهم ونحسوا بالراحه ويعجبنا راسنا فهذا كافي. فهنا حاولي انك تهتمي بلبسك كيف ما بغى يكون الحال، حاولي انك تهتمي وتعيشي هذاك الاحساس ديال واحد الحلم انت باغا توصلي ليه بداك الشيء اللي عندك دابا. انا ما كنقولش لك سيري خرجي شري او تكلفي، فمثلا لا عندك غير 3 البيجامات في الدار لبسي احسنهم. ملي كتعيشي داك المستوى اللي انت كتحلمي به، اللاوعي ديالك وطاقه الكون كلها كتخدم باش توصلك لنفس هذاك المستوى اللي انت كتحلمي به. عارفين المثال ديال حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب؟ فهو نفس الكونسيبت اللي كنهضر عليه هنا. انتي تخيلها بهذه الطريقه. انا مثلا مني غنحقق واحد الحلم اشنو غنحس؟ غنحس بالفرحه وغنحس بالرضا.
فانت حسي بهذاك الفرحه وهذاك الرضا، وعيشي في الدبدبه ديال داك الحلم بحال الا حققتي، باش انه يتحقق لك بسرعه في حياتك. فانت ملي كتعيشي هذيك النتيجه ديال داك الحلم، كتخلي كانك تجذبيه بالزربه لحياتك وتحقيه. شفتي هادشي كله غيتحقق لك بواحد الشرط اللي صغيور ولكن مهم بزاف. قلنا باللي خصنا نرتبوا حياتنا بشكل كيليق مع هذاك الحلم اللي حنا كنتمناوه، ولكن خصنا نراعي واحد النقطه اللي مهمه. ملي تكوني كترتبي حياتك ما تكونيش كترتبيها كواحد الواجب وانت راك كتسناي التغيير وما راضياش على الواقع. بحال مثلا كترتبيها وانت كتقولي انا صابره صابره باش مع الله وتيجي بالله البديل. لا، حاولي ترتبيها وانت عندك احساس باللي صافي راك وصلتي للحلم ديالك، وباللي هاد الغرفه هي الحلم ديالك اللي كنتي كتمناه. حاولي انك تعيشي في الدبدبه ديال داك الحلم بقلبك وبعقلك. عيشي نفس هذيك الفرحة اللي غتعيشيها وانتي صافي حققتي الحلم ديالك. ديريها بإحساس ديال أنك كتهلاي في راسك، لأنك كتستحقي الترتيب وكتستحقي الحاجة الزوينة، وديك الساعة الحاجة الزوينة كتجي حتى لعندك. البنات، كان هذا هو الفيديو ديالي. شكرا لكم بزاف إلا تبعتوني لهنا. كنحماق عليكم. سلامة.